لحد دلوقتي دماغي مش قادرة تستوعب زي صالح طربون عرف ببطولة الكينجز ليج اللي هتتلعب في السعودية قبل البطولة بأقل من 20 يوم، وقدر إن هو يجمع المواهب دي كلها في فرقة واحدة. الفريق اللي حرفيا سافر السعودية قلب البطولة. لا ما تصدقش، عشان فعلا صالح طربون ما قدرش إن هو يجمع كل المواهب دي قبل البطولة بكام يوم بس، وكل اللي عمله ان هو تواصل مع الشابين دول. الاولاني اسمه بلوزة الحريف، هقول لك بعدين هو ليه حريف، والتاني اسمه بسام الغزال. ركز لي قوي على اسم الغزال ده. في خلال 5 ايام بس كانوا قاعدين مع طربون مجمعين له اللعيبه اللي هتسافر معاه على البطوله. ايه يا اسطى التحوير ده؟ ان انت عايز تفهمني ان الاتنين دول هم اللي جمعوا اللعيبه اللي سافرت مع تربون البطوله؟ اه يا سيدي انا هقول لك اللسخه، الاتنين دول هما اللي كونوا الفريق اللي شفته مع تربون في البطولة. الفريق اللي بقاله 3 سنين متكون بيلعب مع بعض دورات ومسابقات بيكسروا فيها الدنيا تحت اسم منتخب الغزال. زيدك من الشعر بيت خالد رونالدو هداف البطولة ب9 أهداف، كان بيلعب مع بلوزة الحريف في نفس الفريق. أنا وأنت شفنا خالد وانبهرنا حرفيا بيه. بيقول لك بقى إن خالد رونالدو أساسا نسخة مصغرة من بلوزة الحريف اللي قدامك ده. أنت بتتكلم على نجاح ما كانش وليد الصدفة تماما، هو مشروع بيتبني بقاله 3 سنين، وربك أراد إن هو يكلل تعبهم السنة دي. دي باختصار قصة الفريق اللي كلنا عرفناه بفريق تيربو، اللي معروف في الواقع بمنتخب الغزال.